السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أجمل باشمهندسين؟ معانا النهاردة رسمة ممسات بسيطة هنرسمها مع بعض واحدة واحدة بخطوات العمل. الأول نصنع الحبيب قلبك يوتيوب. احنا اتفقنا إن رسمة الممسات ديت أول ما نبتدي في أي رسمة ممسات في الدنيا أول حاجة نعملها إيه؟ نرسم المحاور، اللي هو المحور ده المحور ده دول أساس الرسمة. رسمتهم هتقدر تحدد مراكز الدوائر، تقدر ترسم إيه الدوائر بتاعتك بسرعة، بتعمل الممسات وتنجز. طيب أول حاجة هنبتدي بيها الخط في النص. بعد كده عندك هنا في محور فوق اهو، او خلينا نبتدي بالمحور اللي تحت. المحور اللي تحت هنا اهو كده مثلا. محتاج اكتر من كده، انا عايز اجيب مركز دايري هنا بس. تمام. بعد كده قال لك على ارتفاع 90 هتطلع تعمل محور تاني كده، يبقى على ارتفاع 90 نعمل محوراية كده. تمام. هتقول ما مشيتش بالمحور كده، هقول لك ملوش لازمة، مش عايز اكتر من الحتة دي بس. اعمل سنتر الدايرة دي وبعد كده في دايرة هنا هنعملها. طب في محور هنا تاني اهو على بعد كام؟ 45 تعمل محوراية بس، مش عايز اكتر من كده. كده احنا خلصنا المحاور بتاعتنا، حددنا مراكز الدوائر كلها. نبتدي نعمل الدوائر. عندك في دايرة هنا اهي، الدايرة دي 28 يعني هفتح 14 واعمل اول دايرة في الاتحاد الاوروبي. صبح يا عم الحاج. بعد كده عندك في دايرة تانية اكبر منها سيكا. جه قال لك حتى خط كامل اهو، بس هو اصله من هنا مش مهم، سهم هنا بيقولك 38 ديت يعني قطرها 38، يعني هفتح 19 يعني. حد عنده رسمة يا جماعة عايز نرسمها ويبعتها لي وانا هرسمها واحطها من ضمن الخطة بتاعتي. ماشي، ادي تاني دايرة. بعد كده عندك هنا في دايرة، دي كانت عبارة عن دايرة كده 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 كده، الحتة دي معاها وتقسم منها الشوية دول وتقسم منها الشوية دول. طب الدايرة دي كام؟ جه قال لك اهو ارتفاع من هنا لهنا 80، يعني القطر بتاعها 80، يعني هفتح 40. الرسمة دي انا بيني وبينها قصة، جات لي في اول ميد ترم في اعدادي هندسة ورسمتها من غير ما احط خطوات المماس او من الاخر، يعني بيني وبينكم يعني كده انا فبركت اصلا خطوات الممسات فيها. بعد كده هنعمل الدايرة دي كده. عندك في دايرة هنا اهي مش مديني ابعاد هنا، بس انا لو جيت بصيت على الدايرة دي بيقول لك 2 رمز 20، يعني في ثقبين، يعني الثقب ده وثقب تاني، ما فيش رقم في الرسمة. بيقول لك ان قطرهم 20 دي، يعني هفتح 10. واروح جاي اعمل الدايرة هنا كده بخط خفيف عشان امسح منها جزئية. عندي 20. بعد كده في دايرة تانية اكبر منها اهي، بس النصف قطرها 20، واروح جاي 20. تمام. الدايرة دي اخيرا معاك حد هنا بس مش هتكمل نص دايرة. ليه بقى؟ تعالى اقول لك ليه. انت سألتني ليه، انا اقول لك ليه. هو جه هنا، بس نمسح دي كده كده اصلا اتفقنا ان الدايرة الكبيرة هنمسح منها جزء. تمام. هو جه هنا شفت النص دايرة دي مديها بخط شوية، يعني مديها بخط كده، خلاص مديها بخط كده. وبعدين في هنا مماس اهوت 9، هيتعمل هنا كيرف كده، مماس خط مع دايرة. اتفقنا ان مماس خط مع دايرة هتعمل ايه؟ اول حاجة هنشوف الخط ده اهو وتعمل خط موازي ليه بمقدار الراديوس بتاع المماس. يعني انا هطلع 9 مثلا، مش الراديوس بتاع المماس 9، نصف القطر 9، واروح جاي طبعا عامل ايه خط موازي ليه زي ما اتفقنا عادي خالص اهو، خط خفيف. بعد كده المماس ده مماس داخلي ليه؟ لان هو باصص لداخل مركز الدايرة اللي انا عايز ابتدي منها المماس. طيب هعمل ايه؟ اجيب نصف قطر المماس اللي هو 9، وهجمعها مع نصف قطر الدايرة الكبيرة اللي هي كان قطرها 80 يعني 40.
عشان هو داخلي، هتديك 49. اروح جايبها 49 ارتكز هنا كده واخد قوس. طيب اما مثلا عايز اشوف هيبتدي منين هنا، اكنك هتوصل النقطة المهم تقطع فيها خط مع القوس وتجيب بداية ايه مماس. المماس هيبتدي من هنا. بعد كده انا هرتكز فين؟ هرتكز هنا كده واعمل المماس بتاعي ايا كانت قصة الحب اللي بيني وبينه. بعد كده انا هفضل ايه امد الخط ده كده 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 لحد ما يخبط في ايه في الخط ده كده. خلاص كده تمسح الزوايد دي كده ماشي. جميل. بعد كده بقى في حتة بس نبدأ نعمل الدوائر اللي تحت دي. عندك في هنا ثقب قالك 20 القطر بتاعي انا هفتح 10 هنا اهو. بعد كده في ثقب اكبر منه شوية جه قالك ان النصف القطر بتاعه 20، هفتح البرجة بتاعي 20. انا فتحته من على الدايرة اصلا كنت رقم 20 فتحت من على الدايرة على طول. تمام. بعد كده تعالى نبتدي نبدأ بأول مماس. نعمل المماس الخريطة اللي هو جايب من أول الدايرة دي لافف لحد الدايرة دي كده نازلة كده. ده مماس خارجي بادئ منين؟ بادئ من الدايرة دي ونهاية عند الدايرة الكبيرة دي. الدايرة الكبيرة دي نصف قطرها كام؟ 40. والدايرة الصغيرة بادئ منها مماس دي كام؟ نصف قطرها 20. يبقى مادام هو مماس خارجي أنا هطرح. ليه؟ لأنه خد مني وجرى فنقصني فأنا هطرح. طرحت. تمام. طب هطرح ايه بقى؟ اشوف نصف قطر المماس ده كام؟ 89. اطرح 40 يديك كده 58. هنا هيديك 78. هنا هيديك 78 تقريبا. تمام. هفتح بقى 58 وهعمل قوس للداخل. كنت اصلا بس الكاميرا كانت واقفة. بعد كده هفتح البرجر بتاعي 78 وافتكس في الدايرة اللي كانت قطرها 20. ادتني قوس هنا. اروح جاي عايز اشوف المماس هيبتدي منين هنا. اكنك هتوصل سنتر الدايرة الكبيرة بالمماس هنا كده، وكأنك هتوصل سنتر الدايرة الصغيرة اللي انتهى عندها المماس بالنقطة اللي انت عملتها. يبقى كده دي بداية المماس ودي نهاية المماس. ارتكز افتح بص المماس بتاعك هنا ظابط اهو. الكاميرا ظابط اهو. هنا ظابط. اتأكد الاول. لا مش ظابط. طلع بره هنا شوية. عايز ادخل البرجر جوه شوية. امشي عمودي كده حاجها جنبة ايه الزاوية بتاعتها كده. ظبط اهو. هنا ظبط. ظبط. الاتنين ظابطين. اعمل ايه المماس بتاعك. بعد كده ابدا امسح الزيادات اللي هنا دي. خلاص. بعد كده انت عندك هنا ايه بعد ما عملت دي في هنا عندك مماس اهو كده. مماس داخلي برضه مع الدايرة ال 40 ومع الدايرة اللي نصف قطرها 20 اللي هو المماس ده كده. بس ده داخلي. ده عرفت منين ان هو داخلي؟ لان ده داخل الوش بتاعه. لو انا جيت وصلت مركزين الدايرتين ببعض هلاقيهم باصص له، انما ده الوش بتاعه كان باصص بره المركز دايرتين. فهو ما دام داخلي انا هعمل ايه بقى؟ هقوم جايب هو مش ابتدى مع الدايره الكبيره دي من هنا كده. الدايره كانت نصف قطرها 40. خلينا نكتب 40 وانتهى مع الدايره كان نصف قطرها 20. المره دي انا هجمع بقى مش هطرح. هجمع نصف قطر الدايرة اللي قطرها 40 مع نصف قطر المماس اللي هو 26. والدايرة برضو اللي انتهى عندها المماس نصف قطرها مع 26. طيب يبقى 26 دي كده عندي مرتين. هنا هتديك 66. هنا هتديك 46. هفتح 46 وهفتح 66
عاوز اجيب بداية المماس هيبتدي من هنا وينتهي من هنا، اكنك هتوصل السنتر بالسنتر، سنتر بالنقطة الجديدة. جبت كده بداية المماس، عايز اشوف نهايته هنا هينتهي في المنطقة دي كده. فانا المفروض ان انا هرتكز هنا كده. عايز تعمل خطوات العمود دي بخط خفيف، انا بتقلها بس عشان تشوفها ايه في الرسم، مش اكتر. متندمجش معايا يعني، بس هي مظبوطة اهي. هبدأ امسح. بعد كده احنا عايزين نعمل مماس خط، المماس ده الخط ده كده، تمام. خطوات العمل بتاعته واضحة جدا. انا قلت لك اول حاجة انت عندك دايرتين، تمام. عايز تجيب خط اكنك هتوصلهم بعض بخط وهم كده، تمام. وتشوف نص الخط الكام ده بالمسطرة وتاخد نقطة كده، يا اما بالبرجل تنصفه. انا شرحت كتير حتة بالبرجل تنصفه دي، فخلينا بالمسطرة مثلا من النقطة والنقطة هي 75 تقريبا، 75 اقوم جايب نص 75، 70 نصها 35، 27، 37 ونص، يبقى انا يجي 37 ونص هنا كده، ده منتصف الخط هنا كده. مش شرط تعمل حتة البرجل يعني، انا المسطرة دي لو انت مش عارف تستوعب حتة البرجل، هي سهلة انا برضه. ماشي، واقوم جاي عامل دايرة توصلني بين مركز دايرتين كده اهي، تعدي على مركز دايرتين. بس بعد ما عملت بقى الدايرة دي عشان تعمل المماس هتوصل عادي. شفت الدايرة انت قطعت مع الدايرة هنا كده، والدايرة اللي انا لسه عملت قطعت هنا كده، جاي موصلهم ببعض كده. جه عملنا كده المرة دي عشان الدايرتين دولت متساويين، فما عملناش الحتة اللي احنا كنا بنعملها لما يكون الدايرتين مختلفين في المقاس. اتمنى اكون قدرت افيدكم. اي حد عنده رسمة عايزني ارسمها يبعتها لي. مش فاضل غير التأشير ده، انا شرحته كتير قبل كده، لكن انا هشرحه تاني على السريع. انا قلت تعرفه كويس وبالمثلث التاني مش بالمثلث ده. اتفرج على فيديو ازاي تقشر، هيفرق معاك جامد. اول فيديوهات، اول كام فيديو الاساسيات دول. انت بتعتبر هنا المسطره دي بتثبتها، تمام. والمفروض ان انت بتعمل خطوط بزاويه 45 كده بتكون متساويه، يعني مثلا المسافه اللي هنا قد المسافه اللي هنا. مش شرط بقى ضيقين واسعين، مش هتفرق كتير. انا عن نفسي بحب اعملهم وسط، زي ما انا قلت في الفيديو بتاع ازاي تقشر، ومفهمك كل حاجه هناك. ولو انت استفدت ما تنساش تعمل كومنت ورايت جميل.